والله إن الإنسان يكتب الكلمة من رضوان الله ويبلغها لأقوام يتخوض في رحمة الله وهو لا يدري. لا يعلم أحد بركة هذا العلم وخيره إلا الله. الآن تجد البعض يأتي في تويتر ويأخذ كلمة مما يرضي الله عز وجل وينشرها بين الناس، يبلغ بها حسنات لم يعلم بها ولم تخطر له على بال، لكنه أخذ علما حقا ونثره مخلصا صدقا، فبلغه الله من الأجور ما لم يخطر له على بال. العلم لا أبرك منه ولا أكثر منه خيرا. وإذا كان في الجهاد في سبيل الله يدخل الله بالسهم من صنعه يبتغي به وجه الله، ومن رمى به يبتغي به، كلهم يدخلون الجنة. فما بالك بمن سقى الأمة ماء الوحي، وما بالك بمن يأخذ من أهل العلم. رأس مال أهل العلم هم طلاب العلم.